من روائع تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد الشنقيطي. المرأة قد تكاتب أيضا وتحرر نفسها، مثل حال جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. قبل أن تكون أم المؤمنين كانت في نصيب أحد الصحابة، فكاتبته على مبلغ من المال 12,000 من الفضة، 12,000 أوقية من الفضة. قالت له نعطيك المبلغ هذا ونتحرر. طبعا ما عندها شيء، لكنها ابنة سيد قومها، يعني سيدة. هي جويرية بنت الحارث ابن المصطلق، يعني أبوها سيد قومه. جويرية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمشي تريد منه أن يقرضها، يسلفها ما تتحرر به أو يعطيها. ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، وكان يوم عائشة. تقول عائشة وهي تنقل الحدث، قالت: فلما رأيتها مقبلة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى منها ما رأيت أنا، يعني جميلة جدا. فجاءت حتى وقفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن المصطلق ابنة سيد بني المصطلق، يعني ما مرأة عادي، وقد كنت في نصيب فلان من فلان وكاتبته فجئت إليك تعطيني ما أحرر به نفسي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في شيء خير لك من ذلك؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أعتقك وأتزوجك، يكون هذا مهر لك بدل سلف. قالت: رضيت. فأصبحت أما للمؤمنين، فوصل خبرها للأنصار والمهاجرين الذين عندهم سبايا من بني المصطلق. قالوا: والله لا نجعل أصهار رسول الله ما عندنا. فتحرر جميع بنات بني المصطلق نفس اليوم اللي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. فقال الناس: ما توجد امرأة أبرك على قومها من جويرية بنت الحارث، لأن جميع بنات قومها تحرروا في نفس اليوم الذي تزوجها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن نستمع إلى التفسير. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع سورة البقرة، مع سورة البركة، مع أوامر الله عز وجل فيها ونواهيه التي هي سر التقوى وأساس التقوى، لأن التقوى هي امتثال الأمر واجتناب النهي، امتثال أمر الله على نور من الله واجتناب نهيه على نور منه. الأول يرجو رحمته والثاني يخاف عذابه. هنا بعدما تحدث عن اليتامى فقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. تحدث عن النساء لأن المرأة ضعيفة أمام الرجل، والرجل أيضا ضعيف أمام المرأة، والمرأة تعتبر يتيمة حتى تتزوج. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كلمة يتامى وأضاف إليها النساء في يتامى النساء. معنى اليتيم تطلق لغة على الصبي، الطفل الذي لم يبلغ. ولا تجد في القرآن يتامى الرجال، لأنها لا تجتمع، يتيم ورجل لا يجتمعان. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وعندئذ انتهى اليتم. لكن المرأة تبقى يتيمة حتى ولو بلغت، تبقى يتيمة حتى تتزوج ولو كان والدها حيا. لما انتهى من الحديث عن الإصلاح لليتامى ذكر النساء فقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك المشركون طبعا والمشركات، أولئك يدعون إلى النار. فلو تزوجت مشركة دعتك إلى النار، ولو تزوجت المؤمنة مشركا دعاها إلى النار. أولئك يدعون إلى النار. والله عز وجل يقول لنا: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنتم قوا أنفسكم فلا تتزوجوا مشركات حتى لا يدعوكم المشركات إلى النار، ولا تزوجوا بناتكم وأخواتكم من مشركين حتى لا يدعوهم أيضا أزواجهم إلى النار. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. الشرك أكبر الكبائر، والله سبحانه وتعالى لا يغفره أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يرضى عن المشرك أبدا. وما سخط الله على أحد مثل ما سخط على المشرك.
أجعلت لله ندا وقد خلقك؟ وما سخط من فعل مثل ما سخط من فعل الشرك، وما أهلك قوم على ذنب مثل ما أهلك المشركون على ذنب الشرك. قوم نوح سر هلاكهم الشرك، لأنهم اتخذوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا آلهة، وقالوا لا تذرن آلهتكم، فلما أصروا على شركهم أهلكهم الله عن بكرة أبيهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قوم هود سر هلاكهم الشرك، كانوا يعبدون صنم اسمه بعل فأهلكهم الله بسبب شركهم. قوم صالح أيضا سبب هلاكهم الشرك. قوم شعيب سبب هلاكهم الشرك. قوم لوط سبب هلاكهم الشرك. قوم موسى، قوم فرعون طبعا وقومه سبب هلاكهم الشرك. ما علمت لكم من إله غيري شرك، أنا ربكم الأعلى شرك. فكل الذين أهلكوا وغضب الله عليهم كان سر هلاكهم الشرك بالله، إذن ذنب لا يغفر. فكيف ترضى أنت أن تحب امرأة يبغضها الله؟ كيف تقبلها؟ كيف تقبلها؟ كيف ترضى عنها والله ساخط عليها؟ أقرب لك الموضوع. إذا أنت أردت تتزوج من قوم أعداء لأبيك، أبوك شتموه وسبوه ولعنوه تكلموا عليه، هل تأتي تخطب منهم وقد قالوا عن أبيك ما قالوا؟ فكيف إذا كانوا قالوا عن الله؟ ترضى أن تأتي لقوم يتكلموا على الله، ينسب لله الولد وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ينسب لله البنات وينزه أنفسهم أن تنسب لهم البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. إذا كنت أنت لا ترضى أن تتزوج ممن سب والدك، فكيف ترضى بأن تتزوج ممن سب الله أو نسب لله الولد أو نسب آلهة مع الله أو أغضب الله سبحانه وتعالى؟ مهما كان جمالها، مهما كان نسبها، حسبها، مالها، إذا غضب الله عليها فهي ملعونة، والمشركون جميعا ملعين ملعونين عليهم اللعنة. فكيف تقرب ملعون فتحل عليك اللعنة معه؟ كيف تقرب مغضوب عليه فيغضب عليك معه؟ والأزواج بينهم مودة خلقها الله ورحمة خلقها الله، وهل تجد مؤمنا يواد من حاد الله ورسوله؟ هل تجد مؤمن يحب من يبغضه الله ورسوله؟ لذلك نهى الله نهيا قاطعا عن الزواج من المشركين. طيب واحد يقول لك اليوم المشركين انتهوا، عباد الأصنام ما عاد عندنا في عصرنا اليوم عباد الأصنام. كل من لا يشهد أن لا إله إلا الله فهو مشرك. الشيوعية الحمراء مشركون، الصين شيوعية مشركون إلا المسلمين منهم. كوريتين الجنوبية والشمالية مشركون إلا المسلمين منهم. جميع الشيوعية في العالم مشركون إلا من أسلم ودخل الشيوعية بعد ذلك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه شيوعية الاقتصاد. لكن أصل الشيوعية مبني على نفي الألوهية، لأن مبدأهم لا إله والحياة مادة، ومن قال لا إله فقد نفى وجود الله، ومن نفى وجود الله كفر، بل كفره أعظم من كفر المشرك، لأن المشرك يثبت وجود الله ويضع مع شريك، هؤلاء ينفون وجود الله أصلا. إذن هؤلاء لا يجوز الزواج منهم. رحت الصين والله رحت أي دولة أخرى لا تؤمن بالله، مهما أعجبك من بناتهن فلا تتزوج منهن، لأن الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. أعجبتك ادعوها الإسلام، قل تعالي يا بنت الناس قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، اجتهد في دعوتها، ادعو الله يهدي قلبها الإسلام. فإذا أسلمت فتزوجها، وإذا أسلمت على يدك فأنت وليها وليس والدها، لأن الإسلام فرق بينها وبين أبيها، بينها وبين أهلها إذا كانوا مشركين، فلا ولاية لمشرك على مسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أصبحت أنت وليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذا لم تسلم فلا تقربها ولا تتزوجها مهما أعجبك جمالها. ولو تأخذ واحدة أمة ملك يمين لا يعجبك منها شيء إلا الإيمان، لكان إيمانها خير من جمال تلك، مع حرية تلك وبياضها وجمالها ومالها، إلا أن الشرك خبث فيها لا يطهر أبدا إلا بالإيمان. وهذه مهما كان عدم جمالها، قلة مالها، قلة نسبها، قلة حسبها، لكن عندها إيمان، فهذه بإيمانها خير من ملء الأرض من هذه بجمالها. واضح؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب كيف يؤمن؟ لا بد من الدعوة لإنقاذهن من الكفر، ولإنقاذ آبائهن من الكفر وأمهاتهن من الكفر. لذلك كانت الدعوة واجبة على هذه الأمة الإسلامية كلها، لا يخلو أحد. كل مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون داعيا إلى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي، لا، أنا ومن اتبعني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأعلى مظاهر الاتباع الدعوة إلى الله، وأكثر من يحبهم الله من الخلق الدعاة، فكن منهم. تبعوني يحببكم الله. طيب نتبعك في ماذا يا رسول الله؟ تبعوني في الدعوة إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دعوة إلى التوحيد دعوة إلى الله، دعوة إلى الصلاة دعوة إلى الله، الدعوة إلى الصدقة دعوة إلى الله، الدعوة إلى الصيام دعوة إلى الله، الدعوة إلى العمرة دعوة إلى الله، الدعوة إلى الحج دعوة إلى الله، الدعوة إلى الأخلاق دعوة إلى الله، الدعوة إلى الصلح دعوة إلى الله، الدعوة إلى المعروف كله دعوة إلى الله، الدعوة إلى البر كله دعوة إلى الله، الدعوة إلى الخير كله دعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير مطلق. واضح؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. كان في نظام البشرية النساء في الدنيا على طبقتين والرجال على طبقتين: طبقة الأحرار وطبقة العبيد، طبقة الحرائر وطبقة الإماء. هذه الطبقة الثانية سر وجودها الكفر، سر وجودها الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا سر وجودها في الإسلام، هي موجودة في المجتمعات الأخرى بسبب الظلم. القوي يأتي الضعيف فيعبده، لكن في الإسلام سببها الكفر. كيف سببها الكفر؟ إذا حاصر المسلمون ديار قوم مشركين كفار يدعوهم الإسلام: تفضلوا تعالوا ادخلوا معنا في الإسلام. ما نبغى الإسلام، عندنا دين. طيب يقول لهم: تفضلوا ادفعوا الجزية وخلوكم على دينكم. فإن دفعوا الجزية بقوا على حريتهم وبقوا على دينهم. إذا ما دفعوا الجزية قاتلهم المسلمون، فإن انتصر المسلمون عليهم أصبحوا أسرى. فيخير حاكم المسلمين بين 3 خيارات في هؤلاء الأسرى: فإما منا بعد، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إما أن يمن عليهم بالحرية، يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هذه يسمى منا بعد، وإما لا، يوزعهم على الجيش سبايا، فعندئذ يصبح كل واحد عبد وكل واحدة أمة، ولو كانوا قبل هذا الحدث أحرارا، لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان. والله عز وجل رفع أهل الإيمان على أهل الكفر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كما رفع أهل العلم على أهل الجهل رفع أهل الإيمان على أهل الكفر. عندئذ يصبح الواحد عنده مخارج من هذا الرق. المخرج الأول الكتابة، المكاتبة، يقول: يا أخي أنا حر وهذه عبودية جاءت علي بسبب فقر في وقت غزوكم لنا، والآن صار عندي مال. يقول له: لك الفداء، افدي نفسك، وتسمى المكاتبة. فيتكاتب مع سيده بمبلغ من المال، كما حصل لسلمان الفارسي، جاء
حر من بلده، فأخذه العرب للأسف وباعوه وبيع واشتراه رجل من أهل المدينة. ثم لما جاء الإسلام سلمان رقيق، قد حصل الرق عليه مع أنه فارسي حر في الأصل، فكاتب سيده على أن يزرع له 300 نخلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يساعدوا سلمان في حريته، فكل الصحابة أخذوا يزرعون مع سلمان حتى زرعت 300 نخلة وأصبح سلمان حرا. كذلك المكاتب الوسيط الطريق الأولى يكاتب فيحرر نفسه إما بعمل وإما بمال. المرأة قد تكاتب أيضا وتحرر نفسها، مثل حال جويرية بنت الحارث أم المؤمنين. قبل أن تكون أم المؤمنين كانت في نصيب أحد الصحابة، فكاتبته على مبلغ من المال 12,000 من الفضة، 12,000 أوقية من الفضة. قالت له نعطيك المبلغ هذا ونتحرر. طبعا ما عندها شيء، لكنها ابنة سيد قومها، يعني سيدة، هي جويرية بنت الحارث ابن المصطلق، يعني أبوها سيد قومه، ومستحيل تكون أما عند شخص أصلا مثله كان تحت رجولها في عرف أهلها وحرية أهلها قبل غزو النبي صلى الله عليه وسلم له والصحابة. جويرية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تمشي تريد منه أن يقرضها يسلفها ما تتحرر به أو يعطيها. ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة، وكان يوم عائشة. تقول عائشة وهي تنقل الحدث قالت فلما رأيتها مقبلة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى منها ما رأيت أنا، يعني جميلة جدا. فجاءت حتى وقفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن المصطلق ابنة سيد بني المصطلق، يعني ما مرأة عادية، وقد كنت في نصيب فلان من فلان وكاتبته فجئت إليك تعطيني ما أحرر به نفسي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في شيء خير لك من ذلك؟ قالت وما ذاك؟ قال أعتقك وأتزوجك، يكون هذا مهر لك بدل سلف. قالت رضيت، فأصبحت أما للمؤمنين. فوصل خبرها للأنصار والمهاجرين الذين عندهم سبايا من بني المصطلق، قالوا والله لا نجعل أصهار رسول الله ما عندنا. فتحرر جميع بنات بني المصطلق نفس اليوم اللي تزوج فيه النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. فقال الناس ما توجد امرأة أبرك على قومها من جويرية بنت الحارث، لأن جميع بنات قومها تحرروا في نفس اليوم الذي تزوجها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه ليست كل أمة قبيحة وليست كل جارية فيها نقص، لكن هذا حكم الله. الله عز وجل يداول بين الناس، ولكل قوم دولة، فقد تكون هؤلاء اليوم أحرار ولهم دولة وغدا يصيروا عبيد، وذوك الثاني كانوا عبيد يصيروا أحرار. مصر زمن من الأزمنة حكمها المماليك. تعرف المماليك؟ دولة المماليك هذو كانوا عبيد مملوكين حكموا مصر، وكان في زمن العز بن عبد السلام، وهم دعوا أنهم فاطميون أشراف من بني فاطمة الزهراء، وكانوا شيعة روافض، وبنوا جامع الزهراء اللي هو الآن صار جامع الأزهر. لما تسنن ذكروه كان مؤنث، روافض سموه جامع الزهراء. فلما تسننوا هم وحرروا صار اسمه الجامع الأزهر. صار عهد الممالك هذا من العهود العظيمة في مصر. ماذا فعل العز بن عبد السلام؟ قال لهم أنتم ناخذكم شرط حتى تقبل خلافتكم وتقبل إمامتكم وتقبل حكمكم. قال ما الشرط؟ قال الحرية. قال طيب كيف؟ من يملكنا احنا؟ قال يملككم بيت مال المسلمين، نعمل عليكم مزاد علني والثمن يوضع في بيت مال المسلمين. فعمل المزاد على الحاكم والأسرة هذه، فتحرروا ثمنهم اللي اشتروا به حريتهم، وهم اشتروا أنفسهم بأنفسهم، يعني الناس حطوا الأسعار وهم دفعوها ثم وضعوه بيت مال المسلمين، فحرروا أنفسهم بأنفسهم. معناه أن هذه أحداث وسنن. يوسف عليه السلام حر ولا عبد؟ ايش رايكم؟ يستطيع أحد يقول أن يوسف مملوك؟ لكنه شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. إذن يوسف بيع على أنه عبد،
ولكن يوسف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال أكرم الناس يوسف، أكرم الناس نسبا، حتى إن نسب يوسف أكرم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أجداد يوسف المباشرين أفضل من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين، صح ولا لا؟ لأن يوسف ابن من؟ يوسف ابن يعقوب. يعقوب أحسن والله عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب، ويعقوب بن إسحاق، إسحاق أحسن والله عبد المطلب. طيب عبد المطلب ابن هاشم، هاشم أحسن والله إبراهيم عليه السلام. أكرم الناس نسبا يوسف، ومع ذلك هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سلسلة في الكرم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، وبيع في السوق على أنه عبد. نقص منه شيء؟ ما نقص منه شيء. بقي نسب محفوظ، وبقي يوسف يوسف، وبقي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ولو بيع في السوق. معناها قد تقع عبودية على شخص ظلما وينقال عبد وينسف نسب ويقول له ما له نسب، عبد مملوك وعبيد فلان وعبيد بني فلان، ويكون هو عند الله أكرم من يمشي على وجه الأرض. لقمان ايش رايكم فيه؟ لقمان كان عبدا مملوكا أسود البشر، ومع ذلك ولقد آتينا لقمان الحكم. قال له سيده، قالوا يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأطيب شيئين فيها، فذبح الشاة وجاء بالقلب واللسان، يعني لحمة بدون عظم. السيد يفهم منها كذا. يوم ثاني قالوا يا لقمان روح اذبح شاة وأتيني بأخبث شيئين فيها، جاب له القلب واللسان. ما هذا يا لقمان؟ قالوا يا سيدي هما أطيب شيء إذا طاب وأخبث شيء إذا خبث. قالوا أما إنك أوتيت الحكمة اذهب فأنت حر. حررته الحكمة العلم، فلما تحرر تجمع الناس عليه، صار بيته كله ناس ورايحين جايين، وسيده الذي اعتقه ما حد يسأل عنه. جاء مرة ثانية قال يا لقمان ما بال الناس يأتونك ويجتمعون عندك وأنا سيدك ما حد يجيني؟ قال له لأنك انشغلت بما لا يعنيك ففاتك ما يعنيك فتركك الناس، وانشغلت بما يعنيني وتركت ما لا يعنيني فأتى الناس إلي لأخبرهم بما يعنيهم مما علمته ولم تعلم. كلام غريب. يوم كثر الناس عنده هاجر، ترك مصر، هو من أهل مصر من بلاد النوبة بين مصر والسودان منطقة لقمان، ترك بلاد النوبة وراح الشام. كان في عهد داود عليه السلام، دخل الشام. أول ما دخل الشام درى عنه داود، ناداه سليمان لسه طفل صغير، قال له يا لقمان هل لك أن تعمل معي؟ وداود كل ما جاء حد وشافه يشتغل في الحديد يقول له ماذا تعمل؟ يقول له هذا حديد ألانه الله لي أصنع منه دروع وأسوي منه سيوف وكذا. إلا لقمان جاء وجلس وداود ينتظر يسأله، قاعد يلن على الحديد زي العجينة بصباعه يسوي الحديد، ساكت لقمان ولا كلمة. طالع في داود إيش فيه الرجال ما يسألني شو سوي ولا سؤال. قال يا لقمان ألا تسألني عما ترى؟ ليش ما تسألني شو سوي؟ قالوا لن أسألك حتى تنتهي، فإن فهمته استغنيت عن السؤال بالفهم، وإن لم أفهمه أسألك في وقت السؤال لا قبله ولا بعد. قال هذا حكيم، لقد أوتيت الحكمة، هل لك أن تعلم ابني الحكمة؟ قال بلى أعلمه الحكمة. فجلس لقمان يعلم سليمان، فأصبح سليمان في العلم والفهم أحسن من أبوه، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. ولا تنكحوا المشركات، معناها أن الرق قد لا ينقص من الشخص، ما نقص لقمان كونه كان عبدا مملوك. الخضر عليه السلام كان عبدا مملوكا ما نقصه ذلك، ما نقص يوسف أنه بيع وكان مملوكا. لذلك بعض الناس يتحرج كيف يقول هذا ملك يمين وكيف هذا ورد في القرآن. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هي ظروف، قد يكون الحر اليوم عبد بكرة، وقد يكون عبد اليوم حر بكرة. واضح؟ هذا احكام الله. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة فظرفية هذه أمة خير من مشركة إذا كانت حرة وهي مشركة، لأن الإيمان مع العبودية والرق خير من الشرك مع الحرية والجمال. واضح؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ومن هنا نعرج على بعض الناس في منطقة الخليج عندما يريد يأتي بخادم أو يأتي بسائق، يقول لك والله نبي نجيب واحدة كافرة تخدمنا. طيب المسلمة؟ يقول يا أخي المسلمة مشغولة بتصلي وتصوم، خلك واحدة لا تصلي ولا تصوم عشان تخدمك، خلك واحد لا يصلي ولا يصوم عشان يخدمك.
حتى بعض الناس أصبح يعني يشيع إشاعة أن اليهود والله أحسن، فإذا أسلم اليهودي اللي كان أحسن بالأمس وأسلم خلاص نقص بإسلامه يمشيه. ليش تسلم أنت؟ جايبك يهودي تدخل الإسلام. واحد أخذوه من مكاتب الدعوة ولم يزال به حتى أسلم، أول من طرده كيف يحط له خروج نهائي بعد ما أسلم؟ ليه؟ قال أنا جايبه يهودي لا يصلي ولا يصوم عشان يشتغل يدخل الإسلام. كيف يدخل لك الإسلام؟ ما هذه العقلية اللي عندك. لذلك اتقوا الله. اللي مكاتب الاستخدام والناس تشتغل في الاستخدام ويجيبوا من برا، هذه البلاد بلاد المسلمين والمسلمون أولى بها من غيرهم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هنا حكمة عظيمة من الزواج. أول حكمة من الزواج الدعوة. هل دعيت زوجتك؟ هل دعوت زوجتك إلى الله؟ والله دعوت إلى الفراش فقط. ينبغي لكل رجل مسلم أن يدعو زوجته وأولاده إلى الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما أباح لك تتزوجها إلا لأجل أن تدعوها إليه. قوا أنفسكم وأهليكم. كيف توقيها النار؟ بالدعوة. يقول يا فلان اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، دعا خديجة، دعا جميع زوجاته، دعا بناته، قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي أعطيك، لكن يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيء. اعملي الآن، صلي صومي زكي اتق الله. هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك يدعون، الكفار يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون إلى الجنة. فأنت هل دعوت زوجتك؟ هل دعوت بناتك؟ قبل لا تزوج بنتك إلى زوجها هل أعطيتها علم؟ علمت أنه لا إله إلا الله؟ كذلك عند الموت لا ينبغي تموت وأهلك ما تدري على أيدين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ بنيه من هم؟ يوسف وإخوته. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال صح، هذه وصية أبي إبراهيم ووصية إسحاق أن ما حد يموت إلا على الإسلام فلا تموت. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمات عنهم وهو مطمئن أن عياله كلهم مسلمين. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أعطيك مثال. بعض منهم يقول يا أخي إيش دخل الزوجة في الجنة والنار؟ ثم قال تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. أية الأول المغفرة ولا الجنة؟ واحد يغفر له فيدخل الجنة والله يدخل الجنة ثم يغفر له. أية تحصل أول؟ إيش رأيكم؟ يدخل الجنة وبعدين يغفر له؟ والله يغفر له أول بعدين يدخل الجنة. هنا الله عز وجل قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة. قدم الجنة مع أنها متأخرة في الآخرة وأخر المغفرة مع أنها متقدمة في الدنيا ليقدم الأهم الجنة، لأن المغفرة قد تحصل ثم يحصل بعدها ذنب ثم تأتي بعده النار. فقدم الجنة ثم أخر المغفرة ليبين لك أنه قد أوجب لك الجنة إذا أنت أطعته. طيب هذا في درس عظيم. فالنساء إما أن تجعل لك بيتك جنة فهذه امرأة صالحة، وإما أن تجعل لك البيت جحيم هي وعيالها يهجموا عليك واركض عليهم بخيلك ورجلك حتى تخرج منها مذموما مدحورا. لذلك المرأة الصالحة خير ما في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تساعدك في الدين. صحيح قم صلي، ادعو الله، ساعة إجابة، اقرأ قرآن الله يشفيك، إذا مرضت رقاتك تقرأ عليك القرآن وتساعدك، إذا عندها مال تعطيك ونفسها لك وعيالها لك وهي كلها لك. هذه مرأة صالحة. المرأة غير الصالحة أعانك الله إذا نظرت إليها تشمئز تسوءك، إذا سمعت كلامها تؤذيك بلسانها، إذا شفت عيالها تتأذى، مزبلة، الاهتمام والبيت مقرف وكل شيء سيء. فهذه أعوذ بالله جحيم، هذه العذاب لدنا، صلى الله السلامة والعافية، ولا نذيقنهم من العذاب لدنا. لذلك بعض العلماء ذكر أن السعادة في الدنيا 4: المرأة الصالحة رقم 1، 2 البيت الواسع، 3 الجار الطيب، 4 المركب الهني، السيارة الجميلة الهنيئة. وضد هذه الشقاء المرأة السيئة والجار السيء والبيت الضيق والسيارة الخربان.
تبغى تنحاش من البيت شيل السيارة ما تشتغل، مصيبة. جاءوا ضيوف عندك والبيت ضيق، وين بتحط؟ تعال نروح المطعم، تعال نروح البر، نروح البحر، تبي تطلع برا. لكن لو بيتك واسع وزوجتك صالحة، أول ما يندق الجرس هي مهمتها تقوم به بدون ما تقول، القهوة الشاي الضيافة كلها تجهزها، دق الباب تعال خذ. أما المرة الغير صالحة تصارخ عليها، أم فلان القهوة، ادخل سوي القهوة لنفسك ماني فاضية لك. الشاي أنا خدامة جايب من عند أهلي خدامة، تدخل معها معركة والضيف يطفش ويمشي، لا شرب شاي ولا قهوة ولا شيء، حتى مكان يجلس فيه ما يلاقي. نسأل الله السلامة والعافية. الأمة المؤمنة تكرمك، أمة مؤمنة أنت وضيوفك على عينها وراسها. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طبعا آية المحيط، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، هذه الآية فيها علم كثير وكلام على أنواع الحيض، فأنا قلت نأجلها إلى درس غدا إن شاء الله حتى نتكلم فيها بالتفصيل. يمكن بعض الرجال يقول إيش دخلنا حنا في الحيض. يجب على كل مسلم متزوج أن يدرس أحكام الحيض، لأن الحيض مو بس للمرأة، حتى أنت وياها مشتركين في المهمة. لازم تعلم الأحكام، لأن الله يقول اعتزلوهن في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض. فما هو المحيض؟ ما أنواع الحيض؟ الناس والنساء في الحيض 4، تعرف أنواعهم 4. هنالك المرأة اليائسة من الحيض، ما يجي الحيض نهاية ما تحيض. وهنالك المرأة التي بلغت سن اليأس وانقطع عنها 50 سنة ووقفت. وهنالك المرأة المبتدئة التي ابتدأ معها الحيض لأول مرة توها بلغت وجاء الحيض. وهنالك المرأة المعتادة اللي لها عادة 7 أيام 5 أيام إلى آخره، هذه 4. اليائسة بلغت سن اليأس، مبتدئة، معتادة. الخامسة المضطربة التي لا عادة لها، مرة جاء 3 أيام، مرة 5 أيام، مرة 6 أيام. هذو أنواع النساء في باب الحيض: يائسة، بلغت سن اليأس، مبتدئة، معتادة، مضطربة. كل واحدة لها أحكام. الحيض نفسه أنواع: دم جرى بنفسه من شكر من تحمل لو أصفر أو أكدر أو أحمر أو غير ذلك. ألوان للحيض، كل لون يأتي به الحيض. ممكن يجيك أصفر، يمكن يجي بني، يمكن يجي أحمر، قد يأتيك على ألوان وأشكال، وقد يكون قطرة، قد يكون سائل إلى غير ذلك. له علامات: القصة البيضاء دليل الطهر من بعده. كل ما يتعلق بالحيض إن شاء الله وأحكامه سنتحدث عنه غدا بإذن الله مع درس هذه الآية: ويسألونك عن المحيض. لكن اليوم السؤال، هذه الأسئلة المتواصلة. الحين تسألت كم سؤال يعني وصل معنا من يسألونك عن شهر الحرام، وقبله يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن إيش كمان؟ ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض. هذا يدل على أن الصحابة مهتمين بالعلم ويسألوا عن كل شيء. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مجتمعنا اليوم بعض الناس عنده مشكلة ويستحي يسأل، يقول والله ما مستحي، خلاص. لا يا أخي، إذا ما تعلم اسأل، وليس عيب أن تسأل. سألوا أهل الذكر. العيب ألا تسأل وتعمل بجهل، ألا تسأل وتخالف أمر الله. لذلك السؤال نصف العلم، والنصف الآخر الإجابة. العلم نصفان، فنصف في حسن السؤال ونصف في حسن الجواب. واضح؟ وقيل العلم نصفان، نصف في حسن السؤال والنصف الآخر في حسن الإنصات للجواب، فيكون نصفان للسائل: نصف الأول سؤاله والنصف الثاني إنصاته. وقيل نصفه على السائل ونصفه على المجيب. سائل سأل والمجيب أجاب، كجبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب من اللي علمكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين
أصلح أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تعلمنا القرآن وما حوى. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا. اشف به سقيمنا، اشف به سقمنا، عاف به مبتلانا، انصرنا بالقرآن، ارفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أعنا على تلاوته، وأعنا على فهمه، وأعنا على تدبره، وأعنا على تأويله وتفسيره، وأعنا على بيانه، وأعنا على العمل به، وأعنا على الدعوة إليه، واجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم شفع القرآن فينا، اللهم شفع القرآن فينا. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقون بقراءته. اللهم اجعلنا من الذين يتلون القرآن حق تلاوته. اللهم اجعلنا من الذين يتلون القرآن حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا. اللهم ارزقنا حسن التلاوة له، وحسن القراءة له، وحسن العمل به، وحسن الدعوة به، وحسن الدعوة إليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك وإحسانك ولطفك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. ألق علينا محبة منك، واصنعنا على عينك، واكلأنا برعايتك، وزدنا من فضلك، وحببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتشرح صدورنا، وتيسر أمورنا، وتزكي نفوسنا، وتطهر قلوبنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك متوكلين. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، قلة فكثرنا. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين، وحسد الحاسدين، وسحر الساحرين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وفرط المفرطين، وطغيان الطاغين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أكرم أمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظ ولي عهده وولي عهده. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعلهم رحمة على أوليائك، نقمة على أعدائك، انصر بهم دينك، وأعل بهم كلمتك يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين أجمعين على البر والتقوى. اللهم هيئ لأمة محمد أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويتاب فيه على أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنزل
على أمة محمد بركات السماء، وأخرج لأمة محمد خيرات الأرض، وأغن أمة محمد عمن أغنيته عنهم. اللهم أغن المسلمين أجمعين، اللهم أغن فقراء المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وعاف المبتلى من المسلمين. اللهم انصر المظلومين من المسلمين، كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا يا ناصر. اللهم يا ناصر المظلومين، اللهم يا ناصر كل مظلوم، يا كاشف الكرب، يا مجيب الدعاء، يا حي يا قيوم، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. يا قريبا غير بعيد، يا مبدئ يا معيد، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفِ المسلمين شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل باسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا ذا الجلال والإكرام. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء وعليك التكلان. يا من قلت ادعوني أستجب لكم، يا من قلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا من قلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك الخير كله، اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قدرت في هذه الدنيا من الخير فاجعل لنا منه أعظم نصيب وأوفره، وما قدرت فيها من الشر فاصرف عنا واصرفنا عنه، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم كما جمعتنا على هذا الفرش فاجمعنا في ظل العرش، وكما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا رب يا رب يا رب يا رب، أكرمنا بكرمك، وارحمنا برحمتك، وعلمنا بعلمك، وأيدنا بتأييدك، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.